اليمين، لكن ابعاد كره، وبالتالي علي عدنان هو من ينفذ. شوف هذه الكره الخطا، كان ممكن يلعب كره بصوره افضل، لكن هو سدد كره قويه بالمكان اللي واقف به تماما جلال حسن، وتروح الى جلال، وبالتالي منتخبنا يحصل على اول ركنيه في هذه المباراه عن طريق علي عدنان لاعب وايت كابس فانكوفر الكندي اللي يلعب بالدوري الامريكي. يلعب الكره وخطيره الكره، خطره الكره، ما زالت خطورتها مستمره. تسديد كان من محمود مجيد، وخلفيه الكره من احمد ابراهيم، وترتد بالعمود. الله، فاصل مهاري، فاصل مهاري لمنتخبنا الوطني، وفاصل هجومي كان ممكن ان يثمر على الهدف. يعني اول وصولنا خجول جدا كان، لكن في اول كره كاد منتخبنا الوطني ان ينجح بالتسجيل. خطأ كان ضد ريبين سولاقة. شوف هذه إعادة محمود بالمرة الأولى، أحمد إبراهيم خلفية، عادت ويسدد كرة. كان سجاد جاسم، كان ممكن أن يفتتح التسجيل، لكن القائم الأيسر يتعاطف مع المنتخب الإماراتي في هذه الكرة. العب أبويا، العب ننتظر. شوف في أول كرة الفريق الإماراتي طبعا يمر بوضع يعني صعب جدا، كان الأفضل أنه إحنا نبدي، لكن أيضا إحنا منتخبنا وضع لا يقل صعوبة، يعني لاعبين شباب. أول مرة فرصة اللعب لمحمود مجيد وأيضا لسجاد جاسم، لكن في أول وصول لمنتخبنا الوطني كرة خطيرة كانت بالدقيقة 24 كاد من خلالها منتخبنا أن يتقدم بهدف في هذه المباراة. وبالطبعا بالتأكيد احنا بحاجة إلى هدف في هذه المباراة، أولا حتى ترتاح نفسية اللاعبين. الآن شوف سجاد، أنا متأكد راح ينطي أكثر لاعب، خصوصا عندما يلعب مباراته الأولى وفي تجربة مع المنتخب الوطني، وتتوفر له هكذا فرصة.